سلام الاخوان. كيبدا الفيلم ديالنا في المكسيك، كنشوفوا اليكس كيسوق الطوموبيل ديالو للباركينغ ديال شي سبيطار، وكيبان لينا اليكس وهو لابس اللبسه ديال الاطباء. بعد ما كيحط السوارد ديال الطوموبيل في حاجب ديال الشمس، كيعلق بطاقه التعريف وهو كيتنهد داخل السبيطار، حتى كتوصل واحد الطوموبيل بالزربه وكينزلوا منها جوج رجال. واحد فيهم هاز بوكي ديال الورد جا باش يزور الام ديالو اللي كتعاني من حاله شبه غيبوبه. كيكون اليكس داخل الغرفه كيرتب في شي مستلزمات طبيه، كيطلب منه الراجل باش يخرج من الغرفه، كيوافق. على غفله كيخنق اليكس الراجل بسلك وكيجبد على جهده حتى كينفجر الدم، والام كتشوف في ولدها كيموت وهي ما قادره دير والو. بعد الموت ديال الراجل كيدير السك اللي استعمل في كيس ديال البلاستيك. من رجع للطوموبيل كيرسل اليكس رساله مشفره كيخبرهم فيها باللي المهمه كملات. كيفكك التليفون كامل وكيديروا مع السلك في الكيس ديال البلاستيك. كيدير يدو باش يجبد السوارت من الحاجب ديال الشمس وما كيلقاهمش. كيبان على وجهه الخوف وباللي شي حاجه ماشي هي هذيك، حتى كيتحسس في جيوبه وكيلقى السوارت في اللبسه ديال الطبيب. وكنشوفوا اليكس مخلوع وعارف السبب علاش وباللي حاجه ماشي مزيانه. في تكساس كنشوفوا فينسنت في دار ديال راجل سميتو ليون، وهذه بنته بياتريز كترسم. كيقول ليون لفينسنت باللي كيشوفو متوتر، ما كيعطيش الامر اهميه حيت غادي ياخذ داكشي اللي بغا. كيعطي فينسنت الراجل شي فلوس حتى كيقول ليه الاب سير دوي معاها راها ظريفه، وكيطلب من بنته تكون لطيفه مع فينسنت. هنا كنعرفوا الحقيقه باللي الاب كيستغل بنته وكيدفعها باش دير الدعاره. كيحاول فينسنت يدوي معاها على الرسومات ديالها ولكن هي كتبقى بعيده. كيتوتر فينسنت وكيحاول يزيد يسولها بلا ما يدخل في اي تصرفات خايبه. زادت شكات بياتريز وهي تشوف باللي مركب جهاز التصنت. بدات كتعيط لباباها وكيبان لينا باللي فينسنت عميل سري في الاف بي اي. كتدخل فرقه الاف بي اي للدار، من بينهم ليندا وهوغو. كنشوفوا فينسنت مضارب مع الاب على سلاح حتى كتعمر البيت بالعملاء. كيحط الاب السلاح على الراس ديال بنته. كيحاول فينسنت يهدأ الوضع ولكن الاب ياكد باللي ما غيرجعش للحبس ومستعد باش يقتل بنته. كتعض بياتريس باباها اللي كيخلي فينسنت يحيد ليه السلاح ولكن كيستمر القتال وكيطيحوا بجوج من الطابق الثاني. كيموت الاب وكيخلي بياتريس مصدومه نفسيا. فينسنت كيتلقى الاسعافات، كيوصل الرئيس ديالو جيرالد وكيوبخو بشده حيت موت ديال الاب اللي كان عنصر اساسي في قضيه الاتجار بالبشر واللي استمرت شهر كامل خلات القضيه تفشل. كتحاول ليندا تدافع على فينسنت ولكن جيرالد ما كيبغيش يسمع وكيقول ليه الهضره غادي تكون في الصباح. السلطات كدي بياتريس وهي كتشوف فينسنت بنظره ديال الغضب. في مكسيكو كيتلاقى اليكس بالوسيط ديالو ماوريسيو اللي كيعطيه معلومات ديال المهمه الجايه اللي غادي تكون في تكساس. اليكس كيعرف باللي راه مريض وما كيبغيش الرؤساء ديالو يعرفوا حيت بالنسبه ليه اظهار الضعف بحال اللي حكم على راسو بالموت. كيحاول يوصل لماوريسيو باللي خاصو يتقاعد ولكن ماوريسيو كيقول ليه باللي الرؤساء ما غاديش يقبلوا. كيلاحظ اليكس باللي المبلغ اللي عارضينه عليه كبير بزاف لكن ماوريسيو كيوضح ليه باللي المهمه فيها جوج عمليات ديال القتل. حتى كيذكر ماوريسيو لاليكس باللي عنده خو كيعيش في تكساس وكيعرف اليكس باللي هذا تهديد. كيحافظ اليكس على الهدوء ديالو وكيسولو واش هو تحت المراقبه. كيتهرب ماوريسيو من الجواب وكيطلب منه يخرج فكره التقاعد من راسو وكيقول بواحد النبره حاسمه بحالنا ما كيتقاعدوش. كيمشي اليكس بالطوموبيل ديالو لإل باسو وكيوقف في واحد الزاويه من الشارع وكيدخل الفندق باسم مستعار ديفيد مارشال. كيطلع للغرفه ديالو وكياخذ شي دواء. كيشوف الدراع ديالو فين كاتب شي معلومات بحال الاسم المزيف واسم الفندق وشي تفاصيل. كيبان لينا باللي الذاكره ديالو بدات كتخونه. هادشي علاش بدا كيكتب الملاحظات في الجسم ديالو باش ما ينساش داكشي اللي خاصو يدير. كينزل اليكس للحانه وتماك كيشوف مرا زوينه سميتها مايا. من بعد شاف اليكس بوردن اللي هو الوسيط في المهمه. يعتذر اليكس وكيمشي يقابل بوردن. كيعطيه بوردن صاك. كيقلبوا اليكس دغيا كيطلع للغرفه ديالو وكيشوف المعلومات الخاصه بالهدف الاول إليس فان كام. كيفتح الصاك وكيخرج منه سلاح بكاتم الصوت ومؤشر ديال الليزر. كيجمعو وكيتاكد من الدقه ديالو. كيمشي فينسنت لمركز احتجاز بياتريز باش يدوي معاها ولكن هي باقا غاضبه منه بسبب الموت ديال باباها. كيحاول فينسنت باش يقنعها باللي داكشي اللي دار باباها ما يمكنش يتبرر وباللي هي ما تستحقش داكشي اللي تعرضت ليه. لكن بياتريز كتقول باللي باباها كان كيبرر ليها الاساءه ديالو بثمن ديال الحريه، يعني في اعتقاده باللي البنت تكون مستغله في الدعاره تسليها من تكون محبوسه كتواجه الترحيل ولا شي حاجه خايبه اكثر. كيقول لها فينسنت باللي غادي ياخذ ليها تاشيره خاصه باش تدخل الولايات المتحده وكيقول لها باللي غادي يرسلها في هذه الفتره لدار رعايه اجتماعيه حيت تما غادي تحصل على شويه ديال الحريه وان عندها الحق الا ما بغاش تشهد وباللي هي تستحق احسن من هادشي. كنشوفوا إليس
في المكتب ديالو خدام، وكتدخل عليه الزوجه ديالو ويندي كتقول ليه غادي تمشي للحفله بوحدها. كيرد عليها إليس باللي مشغول بزاف، ولكن هي كتعتقد باللي غادي يمشي يتلاقى بالعشيقه ديالو، وكتطلب منه ينظف راسو قبل ما يرجع للدار. كتمشي وهي غاضبه عليه. واحد شويه كيدق الجرس ديال الباب، وفجاه دغيا كيدخل أليكس وكيحط السلاح على راس إليس، وكيقول ليه أليكس باللي انت عارف السبب علاش انا هنا. كيسولو أليكس على الفلاشات ديال التخزين، كيتوجهوا جهه الخزانه وكيحلها إليس. وفي ديك اللحظه كتقول ليه بنته باللي غادا للحفله. كيشدوا أليكس من عنقه باش يسكتوا حتى تخرج بنته. من بعد ما كتخرج بنته كيهرس ليه عنقه وكيقتلو. كياخذ الفلاشات وكيمشي. في نفس الوقت كيكون بوردن حدا المسبح وزوجته كتعوم، حتى كتجي رساله في تليفونه فيها نفس الشفره باللي المهمه الاولى كملات. في موقع الجريمه كيهضر فينسنت مع ويندي وكتقول ليه باللي اتصلات بجيرالد وما قالت حتى حاجه للشرطه لحد الان. كيمشي فينسنت يقلب على المحقق داني وكيطلب منه الاستماع للافاده ديال ويندي، وكيأكد باللي غادي يخلي ليه القضيه. كيوافق في النهايه، وكتقول ويندي باللي خرجات من الدار باش تمشي تحضر لواحد المعرض فني، وان مقتل الزوج ديالها كيبان بحال في شي عمليه سرقه، وبالخصوص ان الخزانه كانت محلوله. كيمشي أليكس باش يزور خوه كاين في دار المسنين، حيت كيعاني من مرض الزهايمر اللي كيخليه كيترعد وكاع ما متجاوب. كيحاول أليكس يدوي معاه على الماضي والرياضه، ولكن كيعرف باللي خوه ما كيفهمش اش كيقول ليه. كيشوف أليكس المستقبل ديالو المحتوم، حتى هو الذاكره ديالو بدات كتمشي وغادي يطرى ليه بحال خوه. كيعنق خوه وكيمشي. في مبنى فرقه مكافحه استغلال الاطفال كيوصل جيرالد وكيقول لفينسنت باللي الفريق ديالو غادي يتفك، وانه هو العميل المستعار اللي جاي من المكسيك غادي يرجع لبلادو. كيعترض فينسنت على القرار وكيأكد باللي عندهم الشهاده ديال بياتريز، ولكن ما كيقتنعش. كيغضب هوغو وكيعتبر باللي الرؤساء ديال جيرالد ما باغينش يعترفوا باللي كاينه مشكله ديال التجار بالبشر اللي متورطين فيها شخصيات كبار في البلاد. كيأكد فينسنت كلام هوغو وكيقول ليه باللي بابات بياتريز كان كيسير كاع الزبائن لبنته وكلهم امريكيين. واخا هادشي كامل باقي جيرالد ما مقتنعش، وكيقول لفينسنت الا بغى يعاون بياتريز يوافق ليها على التاشيره، خاصو ما يبقاش يعترض ويركز على جريمه قتل إليس. فينسنت باغي مصلحه بياتريز وما عنده حتى اختيار، في الاخر كيوافق. كيتعقب أليكس فينسنت بينما كيدي بياتريز لدار رعايه جماعيه. أليكس عنده شي تصاور ولكن ما واضحاش. كيوصل فينسنت بياتريز وكيقول للمشرفه تماك باللي بياتريز ضحيه وشاهده في نفس الوقت. كيودعها وكيأكد ليها باللي غادي يتابع الوضع ديالها. كتعطيه رسمه وكتقول ليه يحتفظ بها. في ديك الليله كيدخل أليكس لدار رعايه جماعيه وكيلقى الغرفه ديال بياتريز. كيضرب بالضوء على وجهها كتقلب في الفراش. كيلاحظ الرسومات ديالها وهي كتفيق وكيدرك باللي هي مجرد طفله. كتخاف بياتريز وكتوسل ليه باش يخليها حيه وباللي ما غادي تقول حتى حاجه. كيتصدم أليكس كيخرج من تما دغيا. كيتواصل أليكس مع بوردن وكيطلب منه باش يتلاقى معاه في واحد المحطه ديال الشاحنات. ملي كيوصل بوردن كيطمئن حتى كيهجم عليه أليكس وكيكون غاضب حيت الهدف كان طفله صغيره، وكيقول ليه باللي ما غاديش ينفذ المهمه. كرد عليه بوردن باللي هو محترف وعارف اش كاين وخاصو ينفذ المهمه ولا غادي يقولها الرؤساء ديالو في المكسيك. أليكس كيتعصب عليه وكيقول ليه واش انت اسمك راه ما غاديش نديرها. وكيقول ليه أليكس الا ما بغاش يلغي العقد غادي يخليه حتى هو في نفس المشكل. هذه سيدة الأعمال دافانا كتنزل من الطوموبيل ديالها وكتفاوض على واحد التبرع الجناح في شي مستشفى. وكيتصل بها بوردن وكيقول لها باللي أليكس كيعرف عليه كل شيء وعلى الفلاشات ديال التخزين وعلى بياتريز، وباللي أليكس بغى يعتق بياتريز في المقابل يعطيهم فلاشات ديال التخزين. قالت ليه دافانا باللي فاهمه الموقف ديال أليكس وباللي هي اللي غادي تنفذ هذا الامر وكتامره باش ما يتصلش بها مازال. في البار ديال الفندق كنشوفوا أليكس كيشرب حتى كتبان ليه مايا. كيضايقها واحد الراجل سكران وبغاها. كيضرب أليكس الراجل وكيامره باش يمشي. كتنجذب ليه مايا وكيجلسوا بجوج. الصباح الثاني كيوصل فينسنت لدار رعايه جماعيه وكيلقاه تحول لمسرح جريمه وباللي بياتريز تقتلات. كيتصدم فينسنت وكيغضب. كيحس براسو عاجز حيت ما حماهاش. في هاد اللحظات كنشوفوا أليكس ومايا كيبان ليهم مقتل ديال بياتريز في التلفازه، وكيشك أليكس في راسو واش هو اللي قتلها بلا ما يتفكر. وكيسول مايا بعصبيه واش كان معاها الليل كامل، وكتاكد ليه باللي ما خرجش بينما حتى هوغو ما كيمشيش للمكسيك بعد ما كيشوف خبر مقتل بياتريز. كيمشي أليكس للطوموبيل ديالو وكيعرف باللي ولا مطلوب. كيخرج السلاح ديالو وكيقلب الطوموبيل وكيلقى قنبله مزروعه تحتها.
كيتعرض الاطلاق ديال النار من ماوريسيو اللي جا باش يقتلو. كتوصل مايا باش تعطيه الدواء اللي نسى، كيحاول باش ينقذها ولكن ماوريسيو كيضربها بالسلاح وكيجيبها ليها في العنق وكتموت اليكس بين دراعو. كيحزن عليها وكيغضب حيت كان هو السبب. بعد ما كيتبادلوا بعضياتهم القرطاس كيسيطر اليكس على ماوريسيو وكيجيبوا الارض فاقد الوعي. كيحط الجثه ديال مايا في الكوفر وفي الكرسي القدام كيربط ماوريسيو. كيسولوا ماوريسيو من امتى ولا بحال هكا ضعيف وباللي الرؤساء غادي يقتلوه بسبب هذا الشيء اللي كيدير. وكيقول لي اليكس برود تعاقد سعيد يا ماوري وكيبعد. وماوريسيو كيغوت بالاسم ديالو وكيفجر اليكس القنبله. كتلاقى دافانا مع الطبيب ديالها الدكتور مايرز اللي كتخلصوا الزبابل ديال الفلوس باش يحافظ ليها على الجمال ديالها. كيكون بوردن في صاله الرياضه كيجري في الطابي غولون حتى كتوقف قدامه طوموبيل وكتشعل عليه الضوء وكيقرب من جهته شخص هاز عليه سلاح. وكنشوفوا باللي اليكس وهو كينفذ الوعد ديالو باش ينتقم منه وكيطلق عليه النار وسط راسو. كنشوفوا اليكس في واحد القبو مهجور وكيجرب فلاشات ديال التخزين. كيشوف تسجيل بين إليس ودافانا اللي كان كيهددها بداك الشيء اللي عارف. والفلاشه الثانيه فيها تصاور ديال دافانا وولدها راندي وفيديو ديال ولدها راندي كيتعدى على بياتريز. وهنا كيعرف اليكس علاش تعاقدوا معاه. في الصباح ديال النهار الثاني راندي كيدخل المكتب ديال ماماه وكيعرف باللي فيه النوبه بعد مقتل ديال بوردن على داك الشيء اللي دار بياتريز. وكتقول ليه دافانا بعد ما يحضر لواحد الحفله غادي يشد طياره نيشان لسويسرا وكتوظف احسن المحامين باش تخفي الجرائم ديال ولدها. وكيعتذر منها ولدها وهو كيبكي حيت حطها في هذا الموقف. وكيتصل اليكس بفينسنت وكيقول ليه باللي قتل إليس وبوردن وكيقول ليه باللي ماشي هو اللي قتل بياتريز وكيأكد باللي ماوريسيو اللي قتلها واللي واقف ورا هذا الشيء ناس قويين واللي خاصهم يتعاقبوا. ليندا كتتبع المكالمه وكيعرف فينسنت باللي بارك في شي حديقه قريبه وكيخرج بالزربه ولكن كيوصل معطل. كيكون اليكس مشى وكيستنتج فينسنت من الهضره ديالو باللي اليكس كيقتل هادوك اللي كيتاجروا بالبشر واللي ما قدروش يوصلوا ليهم وكيخلي لهم ادله باش يوصلوا ليه. كيجيب هوغو معلومات من زوجة بوردن الفارق. كيعرف فينسنت باللي اليكس غادي يبغي يقتل راندي ولد دافانا. في ديك الليله اليخت الخاص ديال راندي كيكون محتفل وكتكون ليندا وهوغو وفينسنت كيراقبوه. كينزل فينسنت من السياره ديالو وكيلقى قرعه ديال الدواء مهرسه وكيعرف باللي اليكس كاين في اليخت. كيدخل يقلب عليه بين ما راندي كيتسنى النادله باش تخرج ليه. كيكون فوق السرير حتى كيجي اليكس وكيحط عليه وساده فوق راسه وكيطلق عليه جوج قرطاسات كيقتلو وهو معصب. كيلقى فينسنت وليندا الجثه ديال راندي وكيخرج فينسنت دغيا باش يشوف اليكس وكيلقاه غادي. كيتبعو وكيسمع صوت انذار الطوموبيل. كيكون فخ من اليكس كيامرو باش يحط سلاحه. كيقول ليه اليكس باللي دار شي حوايج ما كيدخلوش العقل ولكن باش يتعدى على الاطفال هذا خط احمر. كيرد عليه فينسنت باللي عارفه ماشي بخير. كيقول ليه اليكس كلنا غادي نموتوا ولكن المهم داكشي اللي كنديرو قبل ما نموتوا. كيركب اليكس الطوموبيل وكيوصل هوغو وهاز عليه سلاح. كيهدئوا فينسنت بين ما كيمشي اليكس ولكن هوغو كيطلق عليه النار وكتجي فيه قرطاسه. كيمشي اليكس للمدينه وكيشفر طوموبيل اخرى وكيمشي بها. كنشوفوا شي الارض. كيقول لفينسنت باللي دافانا محطمه وغاضبه على مقتل ديال ولدها. فينسنت كيقول الرئيس ديالو باللي اليكس هو اللي قتلو وباللي ماشي عمليه اغتيال غير بغى ينتقم لبياتريس. كيفقد اليكس الوعي ديالو في الطوموبيل. كيفيقوا بوليسي كيدق عليه الزاج. كيحاول اليكس يهضر معاه ولكن البوليسي كيشوف سلاح وكيجبد سلاحه. كيخاف اليكس وكيطلق النار بالخطا وكيقتل البوليسي. كيرجع للقبو ديالو كينظف الجرح بين ما كيسمع فينسنت وليندا بخبر ديال مقتل البوليسي وكيعرفوا باللي اليكس هو اللي دارها وباللي خاصهم يلقاوه قبل الشرطه حيت غادي يقتلوه الا شافوه. كيمشي هوغو يشوف المخبز اللي فيه القبو وفي ديك الوقت اليكس باقي في القبو وكيركب سلاحه بالزربه ولكن هوغو كيمشي. كيقول ليه فينسنت باللي اليكس ما بغاش يقتل دافانا وبغى يقدمها للعداله ولكن كاع الادله مرتبطه باليكس والعنوان الوحيد اللي عنده عليه هو المخبز. كيقول ليه هوغو باللي ما لقى والو واخا هكاك كيرجعوا باش يتاكدوا واش فوتوا اليكس. في مبنى سيلمان كنشوفوا المحقق مورا وبزاف ديال الضباط كاينين باش يحميو دافانا حتى كتطلق انذارات السيارات ديال الشرطه. وهذا الشيء كامل كيكون غير تشتيت باش يقدر اليكس يدخل. كياخذ ضابط رهينه كيدخلوا السنسور
للطابق اللي فيه دافانا. بعد مواجهه قصيره كيتبادل القرطاس مع الضباط، كيضربهم للدروع ديالهم الواقيه باش يعطلهم عليه. كيجري باش يطلع للسطح وكيتبعوه الضباط، كانت غير خدعه منه باش يركب أليكس في منصة ديال تنظيف النوافذ، وكيضرب أليكس بالسلاح ديالو في الزاج وكيدخل البلاصة اللي فيها دافانا ومورا. كيضرب مورا بالظهر ديال السلاح وكيهز السلاح ديالو وكيوجهو لدافانا. كتقول ليه انت اللي قتلتي ولدي. كيرد عليها انا اللي قتلته وعارف اش درت. كيشدها أليكس وكيحط السلاح في عنقه وكيضغط باش يقتلها، ولكن حتى حاجه ما كتوقع. كيحاول شحال من مره. كيفيق المحقق مورا وكيضرب أليكس وكيفقد ليه الوعي. وكنشوفوا ليندا كتلقى عماره ديال السلاح ديال أليكس في الارض وباللي نساه، بينما مورا كيضرب في أليكس باش ينتقم لذاك الشرطي اللي قتل أليكس بالخطا. في المكتب كتقول ليندا لفينسنت باللي جاو شي فلاشات ديال التخزين من العنوان ديال المخبز، وهما اللي فيهم فيديوهات ديال راندي ولد دافانا وهو كيغتصب في بياتريس. كيوريهم فينسنت الرئيس ديالو وهو مصدوم. كيديو أليكس للسبيطار، كيشوفوا فينسنت مضروب وكيتعصب على مورا حيت ضربو. كيزوروه وكيعطيوه الدواء ديالو. كيقول لهم أليكس باللي دافانا خاصها تعاقب. كيردوا عليه باللي هي ما عندها حتى دخل. وكيتعصب أليكس وكيقول لهم باللي هي اللي عطاتو مهمه باش يقتل إليس وبنته، وانا اللي قتلت إليس وما قدرش نقتل بنت صغيره. كيهز فينسنت راسو باللي موافق. كتلاقى دافانا مع الطبيب ديالها وهي باغا تنتقم من أليكس. كتعطيه قرعه ديال السم باش يديرها لأليكس مقابل 10 ديال المليون ديال الدولار. كيتردد الدكتور مايرز وكيرفض. كتبتز فيه وكتهددو. كيبان لينا باللي حتى الدكتور متورط في الاغتصاب ديال الفتيات القصيرات بحال ولدها، وباللي الا ما عاونهاش غادي تفضحو. كنشوفوا فينسنت وجيرالد مع الرئيس اندي عندهم فلاشات ديال التخزين، وكيقول اندي باللي فرحان بالموت ديال راندي ولد دافانا. كيقول ليه فينسنت باللي دافانا كتغطي على الجرائم اللي دار ولدها وان أليكس شاهد. كيرد عليه اندي باللي ما يقدروش يعتمدوا على الشهاده ديال قاتل مأجور ومريض بالزهايمر. كيمشي فينسنت مره اخرى عند أليكس وكيقول ليه باللي خاصهم داك التسجيل ولا دافانا غادي تفلت من العقاب، ولكن أليكس ما كيقدرش يتفكر. كنشوفوا الدكتور مايرز كيتسلل الغرفه ديال أليكس باش يقتلو. كيوجد وكيعتقد باللي أليكس ناعس. كيبغي يدير ليه السم حتى كيشدوا أليكس من عنقه. كيوصلوا البوليس والقوات وحتى فينسنت. كنشوفوا باللي أليكس محتاج الدكتور كرهينه وباللي بغى يدوي غير مع فينسنت. كيخرج أليكس ومعاه الدكتور وهما مغطين، وكيقول القائد باللي اللي في اليمين هو أليكس وكيامرهم باش يقتلوه، ولكن كيقتلوا الدكتور. كنشوفوا باللي أليكس هو اللي خلاه يتبادل معاه الحوايج. كيجري أليكس وكيدخل الطوموبيل اللي فيها فينسنت وكيهز عليه سلاح وكيقول ليه باللي دافانا هي اللي صيفطات الدكتور باش يقتلو وباللي حتى هو غادي تقتلو. كيتلف أليكس في الهضره وما كيعرفاش كيقول ليه أليكس باللي قلتي العداله ماشي مضمونه. كيهبط أليكس السلاح ديالو وكينزل من الطوموبيل وكتطلق الفرقه عليه النار وكيموت. من بعد كنشوف فينسنت وليندا كيقادوا في المكتب وكيبان فيهم مهزومين، ولكن فينسنت كيلاحظ صوره ديال المخبز كيبقى منه غير 4 الحروف وكيدرك فينسنت باللي أليكس كان ذكرها. كيمشي فينسنت وليندا للمخبز وتما كيلقاو الفلاشه ديال التخزين الثانيه. كيخدمها فينسنت الرؤساء ديالو وكيقول ليه اندي باللي هادشي ما كافيش وباللي أليكس مات وما بقى عندهم حتى شي دليل قوي. وكيقول هو كيسخر منهم باللي واخا الا كان دافانا عطات السلاح لأليكس وعطاتو الفلوس وحددات ليه الشخص اللي غادي يقتلو راه غادي تفلت منها. كيتعصب فينسنت وهو غاضب من المؤسسات اللي خاصه تحمي الضعفاء ولكن كتحني راسها قدام الفلوس والسلطه. وكيوصف فينسنت الرؤساء ديالو باللي جبناء وباللي هما عارفين كل شيء. كيوقفوه من الخدمه وكيعطيوه عطله طويله. في ديك الليله كتكون دافانا في القصر ديالها وهي كتشرب شويه. كيقرب منها راجل من اللور وكيذبحها وكيخليها كتنزف حتى كتموت. في ذاك الوقت بالذات كيكون فينسنت وليندا في الحانه حتى كيبان ليهم خبر مقتل دافانا في القصر ديالها. في الصحراء كنشوفوا راجل كيحرق في حوايجه وكيحيد القناع ديالو وكيحرقه. وكنكتشفوا باللي الراجل اللي قتل دافانا هو هوغو حيت ما مستعدش يشوف الظلم مره اخرى. وكيكمل العمل اللي بدا أليكس وكيرجع هوغو للمكسيك وكيسالي الفيلم. الى عجبكم التلخيص ديالي اكتبوا لي الافلام اللي بغيتو نلخصهم لكم في التعليقات.